التمرين ده من سلسلة بعد الانفصال، هيعرفك الفرق بين التعلق والحب. تمرين أنا والتعلق. خدي ورقة واكتبي بهدوء. الجملة الأساسية: أنا كنت متعلقة بيه لأنه. كملي ب10 جمل على الأقل مستخدمة الصيغ دي. كان بيمثل لي. كنت خايفة أخسره لأنه. كنت بشوف نفسي من خلاله اكتبي من غير تجميل ومن غير لوم لنفسك. الصدق هنا أهم من الشكل. بعد ما تخلصي، اكتبي السؤال ده تحت كل نقطة: هل الاحتياج ده ينفع ألبيه دلوقتي من نفسي أو بطريقة تانية صحية؟ وحاولي تكتبي إجابة واحدة حقيقية لكل احتياج، حتى لو كانت صعبة أو لسه مش كاملة. التمرين بيساعدك إنك تفصلي التعلق عن العلاقة، كشف الاحتياجات الحقيقية اللي كانت متعلقة بشخص، إعادة ربط الاحتياج بالذات بدل ما يكون مربوط بالآخر، تقليل الإحساس بالفقد لإنك بتستردي مصدر الأمان لنفسك. وخليكي فاكرة إن التعلق مش ضعف، هو احتياج اتربط في المكان الغلط. هسيبك مع التمرين، بس هستناكي في الكومنت تقوليلي أكتر جملة خضتك. أنا ندى.